إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون، ثلاثة أصول عظيمة وأسس متينة عليها مدار دين الله، وعليها مرتكز السعادة في الدنيا والآخرة، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة علما وعملا، ألا وهي الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأصول العظيمة لا ينال طعم الإيمان ولا يظفر بلذته وحلاوته إلا بتحقيقها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بهذه الأصول الثلاثة موجب لدخول الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وجبت له الجنة. قال: فقلت: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، أي أن هذه الكلمات وقعت في قلبه موقعا عظيما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها عليه. أيها المؤمنون، وعندما يدرج الميت في قبره يسأل عن هذه الأصول. ففي المسند وغيره عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه، أي المؤمن، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنهما يسألان الكافر عن هذه الثلاث، فيقول: ها لا أدري. أيها المؤمنون، ومتأكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الأصول الثلاثة تجديدا للإيمان مع تجدد الليالي والأيام. ففي سنن أبي داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حديث حسن. أيها المؤمنون، وعند سماع النداء للصلاة بكلمات الأذان العظيمة
القائمة على التوحيد والإخلاص والتعظيم والإيمان. يشرع للمسلم حين سماع الأذان أن يجدد هذا الرضا بهذه الأصول العظيمة. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وموطن قولها بعد الشهادتين بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. أيها المؤمنون، وبهذه الأحاديث العظيمة ندرك عظم شأن هذه الأصول، وأن الواجب علينا معاشر أمة الإسلام أن تعظم عنايتنا بها عناية مستمرة مع مر الليالي وكر الأيام، تجديداً للإيمان بها ومحافظة عليها ورعاية لها وتمتيناً لها في قلوبنا. أيها المؤمنون، والمسؤولية عظيمة على الآباء والمربين والمعلمين أن يعنوا بالأبناء تنشئة لهم على هذه الأصول العظيمة، لتكون لحياتهم أصلاً متيناً وأساساً عظيماً. فإن مثل هذه الأصول في دين الله عز وجل كالأصول التي للأشجار. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نفعنا الله أجمعين بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم. أيها المسلم، فإذا سئلت وقيل لك: ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان المكلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ فقل له: الأصل الأول معرفة العبد ربه، أي معرفة العبد معبوده، وهذا أصل الأصول حتى يعبد ربه على بصيرة ويقين، فيعرفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل له: الأصل الثاني معرفة العبد دينه الذي تعبدنا الله تعالى به، وهو دين الإسلام الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل له: الأصل الثالث الواجب علينا معرفته، هو معرفة العبد نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به سبحانه
إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت حسيبنا ونعم الوكيل. كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تكشف عنهم البلاء، وأن تمدهم بمدد من عندك، وأن تطعم جائعهم وتكسو عاريهم. اللهم عليك بمن ظلمهم وبمن حاصرهم وبمن تجبر عليهم. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا